بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مجلس الفقه ومجلس جديد للفقه، ولقاء دكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف. دكتور سعد، مرحبا بحضرتك. بارك الله فيك أستاذ المشاهدين. النهارده يمكن زي ما وعدنا حضراتكم ووعدناكم الحقيقة من فترة طويلة كنا بنتكلم عن المذاهب الأربعة، واتكلمنا عن المذهب الظاهري كمان، ووعدنا حضراتكم ان احنا هنكمل الحديث عن المذاهب، لكن هنتكلم النهارده في هذه الحلقة عن مذاهب الشيعية. يمكن لأول مرة في الإعلام المصري بالتحديد ان احنا نفتح هذا الموضوع عشان ناخد فكرة سريعة عن هذه المذاهب، لأن مهمة قوي من طبعا رأي دكتور سعد الحقيقة ان احنا يكون عندنا هذه الثقافة ونكون ملمين ما الفرق بين مذاهب أهل السنة ومذهب الشيعة ومذاهب الشيعية بالتحديد. النهارده هنبتدي هذه الحلقات، ولكن في البداية لابد ان احنا يعني اكيد احنا كلنا عايشين هذه الأحداث الراهنة اللي موجودة في كل شارع في كل مكان، بنلاقي ما بين مظاهرات واحتجاجات ووقفات وقطع طرق. لكن النهارده دكتور سعد الحقيقه بيتكلم عن هذه الاحداث يعني الراهنه، ويمكن امام مبنى ماسبيرو بالتحديد النهارده برضو بنلاقي ان في وقف وقطع كمان للطرق الحقيقه على الاتجاهين او في الاتجاهين من بعد العصر بالتحديد. وعايزين نشوف يا ترى راي الدكتور في مثل هذه الاحتجاجات وهذه الوقفات التي تشل حركه المرور وتعطل الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ونعلم قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن وظيفتنا نحن البشر مع بني جنسنا التراحم وفعل الخير. تخيلي الإنسان عندما يتقدم بمعروف لأخيه الإنسان، كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ماذا فعلت؟ فقال: يا رب، كنت أتجوز عن المعسر وأيسر للموسر. الموسر اللي يقدر يدفع أنا بقول له خليك على الأقساط، واللي عاجز بقول له عفيت عنك قسط أو قسطين. فيقول الله عز وجل: أنا أحق بالعفو منك. نعم. فيعفو عنه، فيكون ذلك سببا من أسباب دخوله الجنة. شوفي قد إيه تراحم الإنسان مع أخيه الإنسان نتيجته إيه. وأعتقد أن خدمة الإنسان لأخيه الإنسان هي أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان في الأرض، لأن الإنسان مخلوق عزيز وكريم على الله. ولقد كرمنا بني آدم. لما خلق الله آدم تباهى بخلقه وذريته لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أنت عارفة يعني إيه خليفة؟ في اللغة العربية لما نفتح القواميس العربية يقولوا خليفة بمعنى مصلح. يعني أنا هخلق مخلوق مصلح، مخلوق يبني، مخلوق يعمر، مخلوق بحسب إرادة الله عز وجل في أصل الخلقة منتج نافع. هذا هو أصل خلق الإنسان. ده من أهم التفاسير للفظ خليفة. صحيح في تفسير آخر وتفسير ثالث أن خليفة بمعنى مستخلف، أو أن خليفة بمعنى يخلف غيره، لكن من أشهر التفاسير للفظ خليفة الذي يعمر ويبني وينفع الآخر. بناء. إذا كان ده وظيفة الإنسان مع أخيه الإنسان فده بيستلزم التراحم. مين يشيل مين؟ مين يقدم المعروف لمين؟ الفقير يدي للغني ولا الغني يدي للفقير؟ القوي يقف جنب الضعيف ولا الضعيف اللي يقف جنب القوي؟ الجاهل يستوعب العالم ولا العالم يستوعب الجاهل؟ لهذا كانت المسؤولية مسؤولية من أعطاه الله النعمة. اللي ربنا اداله النعمة هو المسؤول. فيحاسب الإنسان على قدر ما أعطاه الله من نعم. فلان ربنا اداله بصيرة بالعلم، ده حسابه عسير يوم ألا ينفق هذا العلم في خدمة الإنسان. ليه؟ ربنا اداله أجل نعمة واكتنزها لنفسه
من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ازاي يبقى عندك فكرة، ازاي يبقى عندك نعمة العلم وممكن تقول رأي ووجهة نظر تفرج على الناس أزمتهم أو حتى تفرج على شخص واحد أزمته وانت بخيل. أيوة. ستحاسب يوم القيامة انك انت كنت منسحب في الحياة، ما كنتش منتج ولا ايجابي. واحد تاني ربنا اداله مال واكتنزه نفسه ورأى غيره في امس الحاجة اليه، ده يأتي يوم القيامة وسيحاسب على ما اعطاه الله من نعمة المال وبخل ان يعطيها لغيره. اخر ربنا اداله صحة وقوة، اكتنزها نفسه ولم يستثمرها في خدمة الضعفاء. لكن عندما يقوم الانسان بإنفاق ما أعطاه الله من نعمة لخدمة أخيه الإنسان يكون قد حقق مراد الله فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مصلحا معمرا نافعا. من أجل هذا بنقول بيحصل مشاكل، المشاكل دي شيء طبيعي، لا يصح أن نقول إن المشاكل ده أمر غير طبيعي. لا، حياة الإنسان ده واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوفي قد إيه الحقد جاي تلقائي كده لله في لله. يعني بيقول له إحنا هنقدم قربانين، القربان اللي يقبل هو اللي هياخد الزيجة دي، والذي لا يقبل ما ياخدش الزيجة دي. قبول القربان بفعل خارج عن إرادتهما، يعني الأخوين خلاص رفعوا ايدهم وتركوا قبول القربان لله عز وجل، فقبل قربان أحدهما، الثاني صدم بأن إزاي أنت تبقى مقبول، فناصابه العداء والحقد. إذن طبيعة المعاداة والحقد من طبيعة البشر، وده اسمه الشيء الطبيعي اللي بيؤدي إلى التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لما كان المشاكل طبيعية يبقى من الطبيعي الأكثر حل المشاكل، ان احنا كل يوم نفكر ازاي نحل المشاكل. لكن احنا دلوقتي في مشكل او في اشكاليه. نعم. انا دلوقتي حاسس ان ده حقي، ما انا عايز اعالجها. ما هي عشان هي مشكله متداخله شويه، مش مشكله حتى سهله، ان انا بحس ان ده حقي فما فيش حد بيستجيب لي، فاللي بفكر فيه ان انا انزل اقطع طريق، او ان انا عشان صوتي يوصل بعمل حاجه غير طبيعيه توقف حال البلد فالناس تبتدي تسمع لي. ده نوع من انواع التعبير. طيب التعبير ده محتاج مثل الاعلام ده انه يوجه هؤلاء ونقول لهم والله طلباتكم مشروعه، طلباتكم صح، طلباتكم انتوا لكم وجه نظر من عند انفسكم منطقيه، بدليل ان هم خرجوا حتى ولو كان بالنسبه للغير شايفينهم غلط، لكن هم شايفين انفسهم ايه؟ صح. شايفين انفسهم صح. فهل يصح اسفههم؟ هل يصح انكر عليهم؟ ده انت لما تشوفي طفل بيبكي على شيء معين وانت تسفهيه وتقولي له انا هجيب لك حاجه احسن منها، هجيب اللعبه دي بس هجيب لك كمبيوتر، هو مش عايز كمبيوتر، هو عايز لعبته. فانت لازم تنزلي الى عقله وتحترم عقله وتتدرجي من عقله الى فوق. نفس الامر صاحب الطلب كما قالوا في المثل صاحب الحاجه ارعن لا يجد رشده الا ببلوغها. يعني انا عايز اخد تذكره طائره وفيه زحام وفيه طابور انتظار، عارفه لو قلت لي 1000 عذر مش هقبل، انا عايز تذكرتي. لن يهدى الا اذا حصل عليه. ده طبيعه الانسان. صاحب الحاجه ارعن لا يبلغ رشده الا ببلوغها. فمن اجل هذا عايزين نقول لصاحب الحاجه وصاحب الحوائج، حوائجكم لابد أن تجد أذنا صاغية، لابد أن تجد صدورا متسعة، لابد أن تجد كما ورد في الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني إذا كنت قادر تدي فلوس ادي وفي إمكانك وتهدي الأجواء، إذا ما كنتش قادر يبقى لازم بسط الوجه وحسن الخلق. ده اسمه استجابة. الاستجابة دي بتؤدي إلى تهدئة الأجواء من هذه الجهة. الأمر الثاني بقول لصاحب الطلب أنت توجه إلى الطريق الصح. فين طريقك الصح؟ لما يعني مسبيرو والإعلام هو اللي هيجيب الشقق ولا هو اللي هيجيب الأراضي ولا هو اللي هيجيب الطلبات المالية دي ولا الجهة المعنية؟ ما احنا اتفقنا ان هو من وجهة نظره
هو اتخذ السبيل الصحيح لأن هو أرعن، لأن هو بيبحث عن حقه. هو صاحب حق فبيبحث عن حقه، احنا نوجهه نقول له ليس هذا الامر. الثاني، لك الحق في ان تتظاهر، لك الحق في ان تعلن رايك، لك الحق في ان تثبت وجودك وطلبك، لكن ليس من حقك ان يكون على حساب غيرك. ما هو انت ظلمت غيرك. أيوه. انت زعلان من الظلم تظلم غيرك. يعني انت زعلان من حقك راح، يبقى حق غيرك يروح يعني عليا وعلى احبابي وعلى جيراني وعلى اهلي وعشيرتي، ولا يجب ان يبقى فيه نوع من التيسير، اطلب بما لا اضر. يعني كما ورد في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار، حتى صار قاعده فقهيه: لا ضرر ولا ضرار. اطلب حقك صح، بس اضر ليه؟ لما الطريق يتوقف ذهابا وايابا من الظهيره او منتصف الظهيره حتى الان، مصالح الناس فين؟ انت عارفه ان مصالح الناس دي زي ما هم لهم مصالح غيرهم لهم مصالح. لما يكون في واحد ميت وفي اسره هتتجوز في نفس الحاره، بنوقف الزواج من اجل حاله الوفاه، ولا الاثنين بيمشوا بحيث لا نؤذي مشاعر الاخرين؟ نعم. ده اذا ده حياه الانسان. فاللي مات بياخد تكريمه، واللي عايز يبدا حياته بالزواج حقه ان يبني حياته ويدخل دنيته، لكن دون جرح مشاعر الاخر. بالتاكيد. نفس الامر اللي يعني له طلب من حقه يقول طلبه، لكن كيف ياتي بقطع الطريق؟ قطع الطريق ده على فكره من الكبائر. يعني ربنا امتن على الانسان: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ربنا ذلل الارض علشان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فج يعني طريق. نعم. ازاي الطريق ده انا اقطعه؟ طب احنا بتعتبر دي من الكبائر يا فندم؟ الكبائر ده في آية في سورة المائدة بتبين حكم قطع الطريق، وله اسم تاني رديفه، اسم الحرابة. فالمحارب هو قاطع الطريق، وقاطع الطريق هو المحارب. في كتب الفقه باب اسمه باب المحاربة، بين قوسين قطع الطريق. أحيانا بعض الفقهاء يقولوا باب قطع الطريق. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ففتح باب الاستثناء للذين تابوا بالإفاقة وبالوعظ وبالنصيحة. فاحنا لابد من بيان تجسيد حق الطريق. الطريق ده له حق عظيم جدا عند الله. ده هو ده طريق أمنك. يعني إزاي الإنسان يعيش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إزاي يعيش من غير أمن لما يكون الطريق مخيف؟ إزاي يجد حياته ولا إزاي يكمل مسيرته؟ كل من تعطل في الطريق من أداء واجباته أو من أداء الحقوق التي عليه، من السبب فيها؟ من قطع الطريق أدى إلى إيقاف هذا الحق. لهذا بنقول يجب أن يكون الطريق مفتوحا ومؤمنا. مين اللي بيأمنه؟ أنا شايف أن اللي بيأمنه الإنسان. إذا كانت الدولة بتمر بأزمة أمنية في المرحلة الحالية، لكن ما يصحش الناس يعيشوا تلك الأزمة بأنفسهم. لازم الناس افترضي جدلا يعني أن المرتبات ما جاتش، افترضي نموت؟ لا لا، لا، يجب أن الناس كلها تتعاطف في الحياة المدنية بينهم وبين أنفسهم، واللي عنده رغيف يقسمه نصين هو وجاره. مش عارفة، هو إحساس الواحد دايما أنه حقه وعايز يجيبه. يمكن معنا بس تليفون دكتور علاء من مصر وعايز يسأل سؤال حول هذا الموضوع عند هذا الجانب بالتحديد. دكتور علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. دكتور علاء خاطر من طنطا. أهلا وسهلا يا فندم. مديرية الطب البيطري في الغربية. أهلا وسهلا دكتور علاء، اتفضل حضرتك. أنا عايز آخذ رأي أستاذنا. بحييكي الأول وبحيي ضيفك العزيز. شكرا يا فندم. لكن أنا كنت عايز آخذ رأي حضرتك في حاجة من الحقوق يعني. أنا كنت في السعودية ولقيت إعلان نزل أنا مدير عام مديرية الطب البيطري، فنزلت وتقدمت وبعدين بكلم رئيس اللجنه او رئيس الهيئه بقول له ايه الاخبار؟ قال لي انت رقم واحد، تعالى استلم شغلك. ففوجئت بعد ما نزلت للسعوديه، انا نازل في يوم 2/6 بالظبط،
ان في بكل الطرق بيقولوا لي ان في بلطجه اداريه في بورسعيد، بيقولوا ما يجيش هنا، لو جه هنا مش هنطلعه مكتبه. فانا حاولت ووصلت لوزير الزراعه، الا اني لحد النهارده بعاني ان انا مش عارف اخد حقي، بالرغم من اني وصلت للوزير. فايه الوصف الشرعي بتاع اللي بيتعمل ده؟ يعني انا نزلت طيب. قاطع شغلي هناك عشان اجي استلم شغلي هنا. نعم، وصلت مشكله حضرتك. طيب علشان حتى بحاول اتصل بمحافظ بورسعيد ما بيردش عليا في التليفون. طيب انا بس اخلي دكتور سعد يرد على حضرتك في قصه الوصف الشرعي لما حدث لحضرتك، لان طبعا حضرتك عرفت يعني قصه القصه بتاع الدكتور علاء، وفي الاخر بس عايزين نلخصها، نقول دي بلطجه اداريه. فبيقول في داخل مصر ولا خارج مصر؟ بيقول بعد ما رجع من السعوديه. داخل مصر. داخل مصر. هو دخل اختبار ورجع، جه من السعوديه وطبعا قطع شغله هناك وجه هنا عشان يستلم عمله. قالوا لا انت ما تجيش هنا، واذا دخلت احنا يعني بمعنى صح يعني مش هندخلك. ففي بلطجه اداريه، هم شايفين ان هم احق منه رغم ان هو رقم واحد من حيث الكفاءه، ولحد دلوقتي مش عارف يستلم شغله. يعني نسال الله له الصبر اولا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ما ضاع حق وراء مطالب، وان لابد من متابعه المطالبه، لكن عايزه يرحم ايضا مشاعر الموجودين، باعتبار ان قد تكون هناك بعض الاحقاد. انت كنت قاعد هناك وربنا كرمك، والوقت جاي تاخد معانا نصيب بسيط، فربما تكون هذه المعاني موجوده. مطلوب نوع من يعني التحلي بالمتابعه، ولا نملك سوى ذلك، فضلا عن الاداره. نسال الله للاداره ان تكون رشيده، وأن تحق الحق وتعطي للكل حق. وإحساسه كمان هو فقد وظيفته كمان في السعودية، فبقى ما فيش ملجأ إلا غير هذا الموضوع، فبرضه إحساسه بالحق. ليس مع ذلك الدنيا واسعة. يعني إيه الدنيا واسعة؟ صحيح، هو أنا مش معنى كده إن أنا بقول له اترك مكانك واترك وظيفتك، لكن عايز أصبر وأقول لكل الناس أي طريق يتقفل ربنا يملك كل الطرق، سيب الطريق ده وانتقل للطريق الثاني تجد الدنيا واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. اللي فقد وظيفته الحكومية ربما تكون دي سبب من أسباب النعمة، إن ربنا كرمه بوظيفة حرة وهينطلق، واللي فقد وظيفة في شركة ربنا هيكرمه بطريق آخر بس عليه السعي. لأن يعني السعي والبحث عن لقمة العيش اتخاذهم بالأسباب، وهو طريق فتح ضروب الحياة وضروب السعادة. مش عايز يأس. اللي بييأس حتى لو بيشتغل في أجمل وظيفة هيجد فيها جفاف، واللي عنده أمل حتى ولو كان في كل طريق بيتقفل هيجد الأمل مفتوح في أماكن أخرى. ده حقيقي. أعتقد أن احنا برضو ممكن ننتقل لجزئية تانية، قصة الحقوق والمطالب وقطع الطرق، وحضرتك أشرت أنها تعد من الكبائر. الحقيقة قصة استحسان استخدام القوة علشان احافظ بيها على امني وعلى امن اسرتي، وبالتالي كمان والبعض بيسميها برضو نوع من انواع البلطجه، ولكن هو بيراها ان انا بستحسن استخدام القوه عشان احافظ، بما ان مفيش امن موجود في الشوارع، فبالتالي ان انا بقوم انا بالقبض على اللي بشوفه ان هو ممكن يكون طبعا في ظل الضبطيه القضائيه اللي هي ما كانتش صحيحه ولا سليمه، ولكن ماذا عن استحسان استخدام القوه وخاصه في هذا الوقت الراهن؟ لا، هو احنا مش عايزين نقول استخدام القوة، احنا عايزين نقول حماية الحق. يعني خلينا برضو الملاف السعد زي ما بيقولوا، يعني بس لما هنقول استخدام القوة واستخدام العضلات في مواجهة البلطجية يبقى احنا أقمناها حرب. ونحن لا نريد أن تكون الحياة بين المصريين حربا. نريد أن تكون الحياة بين المصريين سلاما وأمنا. كيف تكون الحياة بين المصريين أو بين كل البشر؟ لأن حديثنا عن المصريين كنموذج، لكن الإسلام عندما يتكلم إنما يتحدث عن الأسرة الإنسانية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نظرة المسلم عمرها ما تكون قاصرة على مكان، ولا قاصرة على زمان، ولا قاصرة على أهل ملة أو مذهب، وإنما نظرة المسلم عامة لكل البشر، لأن الدين جاء لكل البشر، فيجب أن كل البشر ينتفعوا بخير الدين. ما ينفعش خير الدين أديه للبعض وأحرم به البعض. لهذا بنقول أن يجب أن يكون التراحم ما بيننا هو الأساس، والعلاقة بيننا تكون بهذا التراحم. كيف يكون التراحم؟ يكون التراحم بالتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان.
انت عارفه الايه ديت جايه بمناسبه، لم تاتي بمناسبه التعاون مع الاصدقاء ولا التعاون مع اهل الجماعه ولا التعاون مع اهل الحزب، وانما جاءت بالتعاون مع المختلفين معاكي، مع الاعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية جاية بمناسبة التذكير يا مسلمين، انتوا اوعوا تفتكروا يعني إيذاء وظلم أهل قريش ليكم لما منعوكم من دخول مكة في الحديبية، ووضعوا لكم شروط قاسية وأثارت حفيظتكم، والوقت ربنا مكنكم بفتح مكة. دول أعدائكم، مع ذلك لو وجدتم معهم تعاون على البر تعاونوا، تعاون على الإثم لا تعاونوا. فجاءت آية التعاون حتى مع المخالفين لديني وعقيدتي، طالما ان التعاون لصالح مين؟ الانسان. احنا بنتعاون لهذه المصلحة. الامر الثاني ان انا بحافظ على حقي، يعني كما ورد في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة قال رجل يا رسول الله ارايت لو جاءني رجل ياخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلني؟ قال انت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال هو في النار. دي في حالة الالتحام وفي حالة الاعتداء والتلبس. وحالة التلبس، يعني لما يجي لي واحد يقتحم علي بيتي، يعني اسلم له البيت ولا احافظ على قدر ما استطيع من الحفاظ؟ اذا لابد ان اكون قويا لحماية بيتي. بس قوتي في حماية بيتي مرهونة بالامكانيات الحقيقية. افترض ان انا ضعيف، يعني هيبقى ايه؟ لا املك الا انكار بقلبي. افترض ان انا قوي، إذن سأملك ما أستطيع من قوة وأدفع بها شر الشريرين، لأن الشرير عندما يجد الطريق مفتوح بيزداد فرعنة، وعندما يجد الطريق مغلق على الأقل بيتم تحجيمه. فده اسمه الدفاع الشرعي، حق الدفاع الشرعي، وده يختلف عن الضبطية القضائية. طبعا. إيه الضبطية القضائية؟ التضحية القضائية دي معناها ايه؟ معناها اولا لا تمنح الا لاناس معينين، طبعا لابد منصوص عليه في القانون. هم دول اللي حقهم في الضبطية القضائية، بيمسكوا المتهم بعد انتهاء حالة الجريمة. يعني ايه؟ الجريمة تمت في الصباح مثلا او تمت منذ شهر، واحنا بنلاحق المجرم. مين اللي من حقه يلاحق المجرم ويمسكه؟ اللي عنده الضبطية القضائية. لكن في حالة التلبس يعني واحد جاي يعتدي علي، اسكت ولا ادافع؟ بدافع. طب لو قدرت امسكه واسلمه للشرطة في حالة تلبس، هو جاي يسرقني، فانا قلت له يا سيادة الضابط اتفضل، ده جاي يسرقني او ده جاي يقتلني، انا قبضت عليه، انا في حالة التلبس. حالة اسمه حق الدفاع الشرعي. حق الدفاع الشرعي ده حق طبيعي وفطري موجود في كل الدنيا. في بعض الدقائق كده صغيره بس معانا استاذ ابراهيم الحقيقه برضو من القاهره، كان عايز يتكلم حول هذا الموضوع. استاذ ابراهيم حضرتك لسه معانا؟ على فكره انا طافي التلفزيون وبسمع التلفزيون. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل يا استاذ ابراهيم. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. رحب الله بك في الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. اللهم اولا ثق تماما، انا سعيد جدا بالسمت اللي انا شايفه سواء من حضرتك او من الاخت المذيعه. انا عايز ده تلفزيون، هو ده تلفزيون مصر. الحمد لله. هو ده اللي يخليني اسمع الكلام الحلو اللي انا بسمعه منكم الاثنين. شكرا. دي واحده. الثانيه بالنسبه لحكايه قطع الطريق حضرتك، واخد بال حضرتك، ده رايي، معذره اذا كان خطا ف يعني اسمعوه، صح اسمعوه. انا ما فيش حاجه اسمها كل اللي بيقطعوا الطريق دلوقتي دول ما فيش لهم مصلحه فيه الا ان هي ايه، والعياذ بالله شيطانهم املى عليهم ذلك. او مش عايز بقى اقول بقى في ناس دساه وناس دافع فلوس. ومش عايز اقول لك ان انا في موقعة الجمل اللي فاتت دي اللي جالوا عليها دي، شفت بعيني واخد بال حضرتك عضو سابق لمجلس الشعب وعمال بيتغنى على القنوات دلوقتي ماشي، كان بيلم الناس واخدهم في الاتوبيسات المصانع الحربيه، واخد بال حضرتك، وعمل بيهم العمليه بتاعته. سيبينا من الكلام ده كله، عايز اوصل لك ان كل اللي بيقطعوا الطرق دول كلهم بتوع مصالح وعايزين افساد دولتنا. صدقيني ورب السماوات والارض اللي بقول لك ده بشوفه بعينيا. طب هقول لك على حاجه ولا انا هطول على حضرتك. النهارده قدام ده ورشتي، انا والدي على فكره في سن الدكتور او اكبر منه سنا، معذره اسمعيني انا طولت عليك شويه. اتفضل يا فندم. رجل
في السن ده وله لحيه خفيفه صغيره كده، واخد بال حضرتك، ولا مؤاخذه جاي كيلو سكر وشايف من الدكان وجاي وقدام باب الورشه وقفوا بعربيه ملاكه قدام مننا اثنين، والاثنين شيلهم انا، ابويا راجل مسكين، لكن انا شكلهم ليه يعني شايفهم بلطجيه، راحوا موقفين والدي، انا ظنيت انهم بيقولوا له ايه عايزين العنوان الفلاني او بيسالوه على فلذلك ما اديتش اهتمام. تخيلي ان ركبوا ابويا عايزين ياخدوه يخطفوه. يا لا حول ولا قوه الا ورب بالله. السماوات والارض حصل. ابويا نزل بيقول لي يا ابني انا كنت هتخطف دلوقتي، العربيه راحت جاريه، عربيه غيرنا هونداي، جريت ورا منها، المهم ربنا سهل والحمد لله ما لحقتهاش. لما جيت لقيت ابويا حكى لي حكايه، المهم عايز اوصل لحضرتك الناس دي بتخرب في بلدنا يا جدعان. للاسف يعني هي ظاهره. ليه احنا ليه انا عايز افهم سياده الرئيس ساكت ليه؟ مش عارف يعني السلطه التنفيذيه ساكته ليه؟ طيب احنا يا استاذ ابراهيم طبعا اكيد يعني نقطه حضرتك وصلت وكل حاجه. طبعا الانسان برضو عموما يعني بيخاف في هذه الاوقات والكل عنده تساؤلات. طب لمصلحه مين؟ كنا بنقول طرف ثالث، اصبح هناك طرف رابع ولسه هنلاقي اطراف، فعشان كده الانسان المصري المواطن المصري في حيره. مع ثنائي على المداخله، لكن لعلي اتحفظ في النصف الثاني. ما هو بيقول عاجبكم الكلام، عاجبكم مش عاجبكم قولوا لي برضه. يشكر اولا أيوه. لتواضعه، لكن اود من يتحدث في الاعلام وهو يتحدث لشعب مصر او حتى للعالم كله اللي بيسمع ان كل اللغه بتاعتنا لغه رحيمه ولغه طبطبه. يعني احنا عايزين اللي يطبطب علينا، عايزين، احنا مجروحين، الشعب مجروح، والمجروح ده محتاج اللي يطبطب عليه واللي يهدي من اجوائه. لكن نبره ولغه يعني الرئيس ساكت ليه؟ طيب ده دليل على حكمه الرئيس. يعني احنا هنشك في حكمه الرئيس؟ ده دليل حكمته. نشكر ربنا ان ربنا بعت لنا من هو حكيم ليس متهورا، ولا نبقى زعلانين ونفاجأ بان كما حدث من رؤساء سابقين في العراق وفي ايران وغير ذلك من مئات الالاف قتلوا. يعني احنا هنفرح بالقتل ونفرح بحكم السجن ونفرح بحكم غير ذلك من المشدة، اذا كان سيدنا رسول الله بيقول يعني اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه. المطلوب ان الاب يبقى يعني سيد، ولا الاب يبقى اب رحيم يعني حنون، يجد كل ابناء الاسره الامل في صدره، الامل في عقله، الامل في استيعابه. اذا كان الاب في البيت مطلوب انه يكون قبلة الرحمه وقبلة الموده والاستيعاب، يصح ان احنا نطلب ان يكون رئاسه الدوله او الحكم في مصر حكم شاق وحكم. حضرتك مش واخد بالك ان المواطن المصري في حيره من امره، مضطرب مرتبك، وبالتالي كل هذه المشاعر وكل هذه التصرفات ممكن تخرج عن غير طوعه، لان حضرتك بتقول احنا مجروحين. صحيح. بس هي انا شايف ان فين المفكرين؟ يعني بدل ما ننادي فين الرئيس وفين سيف الشرطه، لا نقول فين عقول المصريين الكتاب؟ فين الكتاب العباقره؟ ايوه. فين المفكرين المصريين المشهود لهم بالفكر والتنظير؟ أيوة. فين دول؟ فين أصحاب الحكمة؟ فين مبادرتهم؟ نتمنى نسمع كل يوم مبادرة، مبادرتين، 3 مبادرات تجد لها صدى. أمر آخر إن لازم نعرف إن مشكلتنا نسبة كبيرة جدا منها مالية. لازم نقر بهذا. نعم. نسبة كبيرة جدا منها مالية. طبعا. يعني أنا كنت في سفر قريب في إحدى الدول العربية، وعرفت من ضمن الأخبار إن شركة من الشركات بنت 700 وحدة سكنية، ولكن ما وجدش حد اشتراها. فالحاكم اشترى هذه الوحدات عشان الشركة ما تخسرش. أيوة. اشتراها من مالي الخاص، وراح اعلن كده الشباب اللي محتاج وزع عليهم صدقه عشان يحافظ على حاله الاستثمار. عمل حاجتين، عصفورين بحجر واحد. العصفور الاول انقذ شركه من الانهيار، خلى الشركه تقف على رجلها من جديد. أيوة. وتعرف تعمر وتبني. بس دي فكره رشيده، بس عشان ما فيش دلوقتي تواجد مالي او الاقتصاد ده بسيط على فكره. يعني حاجه ما تكلفش كتير، لان انا اعرف ان مصر مليئه بهؤلاء الكبار الخيرين. العصفور الثاني ان هو
تصدق بهذه الشقق على اصحابها، على المحتاجين. تخيلي كده لما تنقذي اسره وتجوزي شاب وشابه بقالهم سنه 2 3 مش لاقيين شقه. تخيلي كده بنائك لانسان واسره، دي اعظم خير يمكن ان يقدم. وان كنا خايفين ان الشابين دول او الشاب والفتاه اللي هيتجوزهم هياخدوا الشقه يبيعوها، ممكن نخليها حق حكر، حق انتفاع بس. أيوة. يعني عشان ما مكنوش انه يبيعها. فانا بتمنى نشوف في مصر الصدقه من هذه الزاويه. يعني اعلم بان في مصر رجال على مستوى عالي بيتبنوا علاج امراض وعمليات جراحيه تصل الى 70 و80 الف للواحد. يعني ما شاء الله، وعدد بوفره. طيب يعني هل في الامكان واحد اخر من رجال الاعمال يشتري كده زي ما بنشوف في التجمع وعده مدينه اكتوبر وغير ذلك من مدن مصر كلها في عمارات مبنيه وواقفه حالها، هل في الامكان واحد يشتريها ويقوم بتوزيعها على المستحقين؟ اعتقد ده امر ميسر، وعايزين تفكير مثل هذا التفكير اللي نغدق بيه الناس. لازم اطعام. يعني في حديث رواه البخاري بيقول عن رحم الله الاشعريين. مين الاشعريين دول؟ كانوا اذا ارملوا في السفر او قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم من طعام فوضعوه في اناء واحد فاقتسموه بينهم بالسويه. نعم. فانا منهم وهم مني. اشاعره. ابو موسى الاشعري، عيله قبيله الاشعريين. الاشعريين دول مش الاشاعره ابو الحسن الاشعري والماتريدي، لا، ابو منصور، لا. طيب. لكن دول الاشعريين نسبه لابو موسى الاشعري، قبيله في عهد سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله بيمدحهم وبيقول دول لما كانوا اذا ارملوا في السفر وقل طعام عيالهم في المدينه جمعوا الاموال، عملوا فكره كده. الفكره دي عباره عن ايه؟ كل واحد عنده طعام يجيبه، ويجيبوا اناء واحد ويروح موزعينه عليهم بالسويه. فأنا منهم وهم مني. مثل هذه المبادرات اللي فيها تراحم وفيها طبطبة وفيها نوع من الرفق بالآخرين نتمنى زيادتها. وأما المجرمون فالمجرمون دول التعامل معهم برضو عن طريق احنا عندنا مبدأ في الفقه الإسلامي والمؤلفة قلوبهم. في من المستحقين للزكاة في آية التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين عليها إلى أن قال والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء يجب أن نؤلف قلوبهم أيضا. دول بشر ولا مش بشر؟ دول ما يصحش إن احنا ننفي عليهم صفة البشرية. اللي هو وصلوا لمرحلة الفقد الأمل كالمدمنين والذين وصلوا لمرحلة متأخرة، أعتقد ان السجون تكريم لهم، لان في السجن بياكل ويشرب ويجد من يرعاه ويجد من ينصحه ويجد من يعظه، لان السجن اصلاح وليس السجن عقاب، السجن اصلاح. لهذا كان في الامكان ان احنا نعطي تلك المبادرات، واتمنى من كل من يتحدث في الاعلام ان يحنن قلب الرئاسه على الشعب وان يحنن قلب الحكومه على الناس. يمكن انا يعني حكيت مع حضرتك النهارده يمكن عن احوالنا، لان الحقيقه اكتر من حد كنت في مول يعني محل تجاري كبير، وقابلت اكتر من حد الحقيقه، وكلهم كانوا بيبعتوا رساله للدكتور سعد الحقيقه ان احنا نناقش الامور الحياتيه معاه، لان هم بيثقوا في رايه وبيثقوا في تفسيره لبعض الامور. عشان كده النهارده احنا خدنا جزء كبير من الحلقه يمكن حول هذه الامور الحياتيه، لان الناس فعلا في ارتباك وفي اضطراب، وهم برضو بيتبقى سؤال هيعملوا ايه او ماذا يفعلوا خلال هذه الفترة اللي كلها بلطجة واستخدام قوة، والكل بيقول أنا بدافع عن نفسي، بدافع عن حقي، بدافع عن اللي معايا بأي هم يتصرفوا ازاي؟ هم مين بقى بنرجع لمين؟ مين هم ده؟ اللي هم حيرانين مش عارفين يعملوا ايه، حاسين ان هم لو دخلوا نظام اللي هو القوة ألا وهو البلطجة هم هيفقدوا أخلاقياتهم وهيفقدوا نفسهم. أنا لا, هم إيه الصح لا أتمنى الصدام، لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا كان لا يجوز بحال إن احنا نواجه ولا نستحث الناس للصدام. أقول لحضرتك مثل صغير زي اللي بيركن عربية وهو مش شايف إلا غير ده مكانه بالقوة وبالعافية واستخدم القوة ان هو ياخد عربية. طيب ناس تانية اكثر طيبة واكثر تعقلا ومن الحكماء والعقلاء اللي موجودين دلوقتي حاليا يقولوا خلاص سيبوه يركن، فبالتالي هنا بيدي مساحة للبلطجة بتزيد والقوة بتزيد، وبالتالي هو ده القانون اللي موجود. انا اذكر جملة قالها المرحوم الشيخ شعراوي للسائق بتاعه،
السائق بتاعه كان عمل تصريح صحفي وبيقول من مآثر الشيخ شعراوي معاه، فكان بيقول له من لم يطاوعك طاوعه، من لم يطاوعك طاوعه. وانت ماشي بالسياره بتمشي قدام لقيت واحد بيسابقك سيبه، الدنيا مش هتهد. انت عارفه ده وجدته في حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لينوا في يد اخوانكم، لينوا في يد اخوانكم. طيب. خليك لين، هين لين، خليك طيب. الهين اللين ده الدنيا مش تقف. هو خد موقف بتاعك صحيح انت هتتضايق، سامحه والله، خد مكان تاني، الدنيا واسعه. لكن في حال لما يكون هيجي ياخد مالي بقى مش مال عام، زي مكان ركنه السياره ولا مكان هجلس فيه المسجد، انا في الصف الاول وهو جاي ينافسني في الصف الاول، او مكان في الباص، او مكان في القطار، او مكان في طابور لشراء بعض الحوائج ونقعد نتخانق، ما فرقتش دي كله، ما فرقتش. لكن اللي يفرق ان انا اجي انتهك ماله وعرضي، او عرضه او نفسه، ده اللي يجب ان ندافع عنه. لكن في الامور العامه يجب ان نلين في يد اخواننا، لينوا في ايدي اخوانكم. يعني طالما لو اخذوا غيري، طب ما هو الحق جاي، انت خدتيه انا اخدته، في الاخر ما هو انت انسانه وانا انسان، يعني انا مش هبقى افضل منك ولا انت تبقى افضل مني. فمين اللي عقله يستوعب الاخر بالعلم والحضاره؟ بالمناسبه كلما ازداد علمنا وازدادت حضارتنا وانسانيتنا هتجد الصدر واسع. ممكن تلاقي الصدر ضيق، ازاي انا وقفت في الطابور ما اقفش قدامي، ويحصل ضرب بالمطاوي عشان كده هبقى ضعيف، وبعد كده هاخد حقي بعد كده، وبعد كده هاجي يقف مكاني في الطابور لان انا سكت له اول مره. هو كده عارفه بقى لما تيجي تعمل تحليل، مش عايشين ملايكه، بنحاول تحليل كده نفسي للانسان اللي هو ضرب بالمطوه او وقف وتعنت الى ازم المساله، هتلاقيه عديم الثقافه، هتلاقيه ما عندوش سعه في تحمل الاخرين. عشان كده بنقول لازم العاقل يقف جنب نصف العاقل، لازم العالم يقف جنب نصف العالم، يا لازم الغني يقف جنب الفقير. ما هو ده الزكاه والضريبه، ضريبه العلم، ضريبه المال، ضريبه النعمه، لازم التراحم، ملناش حل غير التراحم. في مساله حقوق الطريق ورد حديث في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري بيقول قال صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس في الطرقات، اياكم والجلوس في الطرقات، يعني ما ينفعش حد يقعد في الطريق. وما فيش دلوقتي شارع ما فيهوش حد، ده النبي مش بيقول قطع الطريق عليه الصلاه والسلام، ده الجلوس في الطرقات، الجلوس اللي يؤذي بها مشاعر الناس. زي البعض اللي بيجلس في الطريق ويؤذي مشاعر المره، النبي نهى عن ذلك، فما بالك بقطع الطريق. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس بد نتحدث فيها، احنا في حالات كده بيوتنا ضيقه فمش هنعرف نقعد في بيوتنا، وما فيش نوادي او منتديات نقعد فيها، فبيضطروا يطلعوا يقعدوا، فبنضطر نقعد على قارعه الطريق او في مكان بدون ان نعيق حركه المرور. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان لابد لا محاله فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ الطريق له حق، الطريق له حق، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث آخر رواه الشيخان بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره، وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. عارفة شكر الله يعني قال له إيه؟ قال له شكرا. مين بيقول لمين شكرا؟ من يقول لمن شكرا؟ الله يقول لعبده. سبحان الله. عشان عبده عمل ايه؟ عشان عبده وجد غصن شوك في الطريق اخره، يخلي الناس تمشي من غير ما تتشوه. حضرتك بتدينا امل ان احنا كل يوم لازم يعني نفعل الصحيح ونفعل الصح ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتذكر هذه الكلمات. يعني جزاك الله خير حقيقي، يعني لينوا في ايدي اخوانكم، دي يعني كلمه جميله جدا لو كل واحد فعلا اتبعها اكيد، واحنا واكيد في ميزان حسناتنا. والحديث اللي الناس كلها حافظاه اماطه الاذى عن الطريق صدقه. يعني تخيل لما تلاقي حجره ولا تلاقي ما يعيق المره وتشيل ما يعيق المره، اخذت صدقه. من ضمن الصدقات اللي بنادي بها بقى في المناسبه دي
ان اخواننا المتظاهرين في ماسبيرو هنا يعني بنرجوهم ان هم يفسحوا المجال ويسيبوا فرد الطريق تمشي والفرد الثاني يقف فيه، يعني الطريق رايح جاي، وهم عددهم ممكن ياخدوا في مكان معين بدون اعاقه الطريق. ياخدوا مكان بدون اعاقه الطريق، ذنب الطريق ايه؟ ذنب المريض اللي راكب الاسعاف ايه؟ ذنب الطبيب اللي رايح يشوف ذنب المدرس اللي رايح يدي درس للطالب ايه؟ الى اخره. كلنا اصحاب حوائج، كلنا اصحاب حوائج، فاذا كنا اصحاب حوائج وانتوا اصحاب حوائج فما ينفعش حوائج تعيق حوائج اخرى، فلازم الحوائج كلها تمشي. ودي اللي بنسميها المرجله والشهامه، وهم اعتقد اهل مرجله وشهامه، لان هم اهل بلد، واهل البلد دول عارفين حق البلد ايه او حق الناس ايه. وصلنا لسؤال يمكن برضو بيجي في ذهن طبعا الناس كتير، وخصوصا الامهات لما بتتعامل مع اولادها، ان ده برضو سؤال مهم جدا، ان الاولاد برضو بتتعامل بالبلطجه في المدارس، فبالتالي الام بتقول لا خد حقك، ما تسيبش حد ياخد حقك، وبالتالي هنا في ثقافه جديده بتزحف علينا ان احنا ناخد حقنا بايدينا دون الرجوع الى من يهمه الامر. والله هو اخذ الحق ده محتاج اساتذه التربيه يتكلموا فيه. نعم. ليه؟ نعم. لان انت لو قلت لابنك لو زميلك في مدرسه اخذ قلمك اسكت، لو زميلك في مدرسه قطع كتابك واسكت، اذا سيادتك اديتيله ثقافه الانتكاسه وثقافه البعد عن المواجهه في المستقبل. هو هنا اللبس بقى يا فندم. ولو سيادتك قلت له لا خد حقك، يبقى لازم تقولي له خد حقك ازاي؟ ازاي اخد حقي؟ البدايه اقول للمدرس، المدرس سابني، اقول للمشرف، المشرف سابني، اقول للمدير، المدير سابني. اسيب كل مره انا ادي لابني اقلام وكراسات ويرجع من غيرها؟ ايوه. اظن ده شيء غير طبيعي، بس لازم اقول له قاوم يا ابني وامسك حاجتك، ما تسيبهاش، ما تفرطش في حقك، بس اياك تستخدم اسلوب انت مش اهله ولا الطرف الاخر اهله. اللي هو اسلوب ايه؟ اسلوب الجرح، القتل، المطوه، اسلوب السب واللعن. لا، ده انا اخد حقي مع الادب. أيوة. ازاي اخد حق ده بقى؟ عشان كده بنقول يجب اساتذه التربيه يقوموا يقولوا لنا نعمل ايه. المشايخ وحدهم مش كافيين، المشايخ غير كمان اسواق دلوقتي، كله مضطرب وكله بالتالي عصبي جدا، وبالتالي بينقل هذه الخبره لاولاده. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. نعم. وابتغي فيما اتاك الله ايه؟ الدار الاخره. فربنا ادى لاساتذه التربيه افكار حلوه للتربيه وازاي واحد ياخد حقه. دول ما بيكلموش ليه؟ اساتذه علم النفس ما بيقولولناش ليه النظريات العلميه اللي بيقولوها للطلبه بتاعتهم في الجامعات ما بتطلعش بره ليه؟ ما هو يا فندم فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى ان انا اكون في شغلي، انا دلوقتي الام في شغلي مضطهده ومتضايقه وما باخدش حقي، وبالتالي جه ابني يقول لي، فبالتالي المخزون اللي عندي بقوله له من ضيقي ومن زهقي. انا بعذرك وبعذر كل الامهات، لكن ما بعذرش اهل اختصاص. انا لا اعذر اهل اختصاص. مين اهل اختصاص؟ اساتذه علم النفس انا ما بعذرهمش، مش انا سعد، ده الدين ما بيعذرهمش. نعم نعم. اساتذه التربيه دول فين المفكرين؟ ليه دول ما بيطلعوش يقولوا لنا يا امهات اللي بتشوفوا ولادكم مقهورين في المدرسه الطريق الامثل ايه ياخدوا حقهم؟ يا ابنائنا يا اطفالنا في المدارس، بالمناسبه الشكل بالاولاد ده على فكره شيء ظاهره صحيه. يعني انت ممكن تاخدها ظاهره سلبيه، لكن انا شخصيا لا. في قول الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. نعم، لكن بضوابط يا فندم. استني، مين دول؟ ده أهل الجنة. أيوة. أهل الجنة ربنا بيتكلم عن أهل الجنة. مين دول؟ اللي قطوفها دانية، يعني لما يتمنى كده العنب يأتي، العنب يدخل بقه. لما يتمنى أي طعام، الطعام يأتيه لحد فمه. نعم. يعني طيب لما بتتمنى الشيء بتاخده، بتاخد اللي في ايدي ليه؟ بتاخد اللي في ايدي ليه؟ انا باخد اللي في ايدك ليه في الجنه؟ قال ده نوع من المزاح بقى اللي عمر الحياه. طيب. لا، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها رأسي. عارفه زي ما بين المحبين وبعضهم، الزوج والزوجه، الاب وابنائه يقعدوا يتخاطفوا كده حاجه سوا. ده حاجه مش وحشه. أيوة. التخاطف ده بس بشرط ما يوصلش لمرحله لكن في الدنيا بقى لابد يكون ليها ضوابط بقى طبعا. عشان انا يعني اتنازل. الحقيقه جالنا سؤال مش عارفه حضرتك تحب تجاوب عليه دلوقتي ولا نخليها المره القادمه. الحقيقه استاذ محمد بيتكلم عن حق الزوج
في ارتداء زوجته الحجاب؟ لان حضرتك ظهرت في اكتر من مكان او في قناه، لا في قناه واحده، في قناه واحده، وحضرتك كان ليك راي في هذا فهو عايز يستفسر. ماليش راي فيها، لا لا ده لا لك قول؟ لا ولا قول، ده بالعكس هو تفسير للولايه. نعم. يعني ايه تفسير للولايه؟ عارفه لما يكون بائع ومشتري بينهم ولايه ولا مش بينهم ولايه؟ ما اصل لازم نفهم عقد عشان نيجي على عقد الزواج. نعم. احنا فاهمين الدنيا غلط، فاهمين الدنيا غلط. البائع والمشتري كانوا يعرفوا بعض قبل كده؟ لما فكروا يعقدوا عقد بيع سلعه معينه بينهما صار بينهم ايه؟ عقد. العقد ده رتب ولايه لكل منهم على صاحبه. نعم. صح؟ نعم. انا اتفقت اشتري هذا الكوب من هذا المحل. نعم. من هذا البائع. البائع وافق بسعر كذا. نعم. خلاص اصبح عقد. انا بقى باعتبار المشتري وهو ماطل في تسليمي السلعه اقول له ايه؟ فين السلعه؟ حقي، وارفع صوتي واشتكيه. ايه اللي خلاني اتجرأ عليه واشتكيه؟ العقد اللي العقد. موجود. طيب انا اديته الفلوس، ما اديتلوش الفلوس وهو اداني السلعه، هو لا من حقه يشتكيني ولا لا؟ ايه اللي خلاه يتجرأ ويطلب مني هذا؟ ايه اللي حقه؟ طيب طبقي الكلام ده على الزوجين بقى. نرجع على الزوجين، نطلب تسبب البيع، نرجع للزوجين. قبل ما الزوج يخطب زوجته كان بيشتري ودها ورضاها؟ أيوه. ولا كان انا الولي وانا الزوج واحمدي ربنا ان انا جاي لك؟ او اشترط عليها ارتداء الحجاب؟ خلينا بقى في لا سيب الشرط. طيب. انا مش بتكلم على الشرط، انا بتكلم على العقد. العلاقه في البدايه. نعم. هو رايح يشتري ودها ويخطبها؟ نعم. ولا رايح يقول لها انا الزوج فانا صاحب فضل عليك احمدي ربنا ان انا هتجوزك؟ ده رايح يتوسل اليها. نعم. مين الضعيف ومين اللي مركزه قوي في الخطوبه؟ نعم. مره تانية، مين اللي مركزه ضعيف؟ مركزه ضعيف مين؟ اي طبعا. لا اصل احنا الخاطب. كنا بنقول هي نسبيه يا فندم يعني. هي لا مش دايما لازم يعني. تجاوبوا معايا علشان نبين الحكمه. في اصل اللي هتنقلب بعد الزواج هينقلب. ايوه بالظبط. فانا عايز قبل الزواج. هي بتبقى اقوى طبعا. هي اقوى. طبعا. من حقها تقول له لا نسبه اكبر يعني. مش كده؟ وحديث فاطمه بنت قيس اللي ورد صحيح مسلم ان بعد ان طلقها زوجها ثلاثا وتقدم اليها ثلاثه، تقدم اليها معاويه بن ابي سفيان وابو جهم واسامه بن زيد. نعم. وسيدنا رسول الله قال لها اما معاويه فصعلوك لا مال له فقير، واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء، يعني ده صوته لا يقع عن عاتقه، واما اسامه فاشار الى اسامه فقالت تزوجت فارتبطت بها. ده دليل ارتبطت بها يعني سعدت بها. نعم. ان هي منطقه قوه. ايوه. نعم. اذا هي صاحبه، هي قالت لمعاويه لا. مره ثانيه يبقى مين القوي؟ هي في فتره مين؟ مش مطلق. أيوة مش هي القويه في الاطلاق. عارفه. ده هي قويه في لحظه الخطوبه بس. نعم. متقدم لها معاويه بن ابي سفيان قالت له لا. متقدم لها ابو جهم اتدرب للنساء، الراجل السيد اللي معاه الصوت على طول، قالت له لا. مين قال لا لابو جهم؟ ابو جهم حد يقول له لا؟ هي قالت له لا. ليه؟ لان فتره مين؟ فتره الخطوبه. نعم. اذا علاقه الخطوبه مين القوي ومين الضعيف؟ العروسه هي القويه. ومين الضعيف؟ العريس. الطالب هو اللي بيقول ارجوك اقبلي. أيوة. طيب وافقت. لما تمت الموافقه تصير في العقد الزواج في تكافؤ ولا في واحد له حقوق اعلى من الاخر؟ اللبس كله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. نعم. وللرجال عليهن درجه، هي دي محط اللبس. محط اللبس يقول لك طالما وللرجال عليهن درجه يبقى الرجل له درجه اعلى. هذه الدرجه الاعلى لو فكرنا فيها لوجدناها درجه الانفاق ودرجه الرعايه والحمايه. مين مسؤول بالحمايه عن العرض؟ الست ولا الراجل؟ الرجل. مين مسؤول بالانفاق؟ الست ولا الراجل؟ الزوج. الزوج. اذا الزوج صارت الدرجه بتاعته اللي ربنا ذكرها في هذه الايه حملته مسؤوليه. أيوه. ولا اديته شرف؟ لا، حملته مسؤوليه. حملته مسؤوليه. والتكليف تشريف. قد يكون تشريف من وجهه نظر البعض. فصار اذا العلاقه بين الزوجين علاقه ايه؟ تكافؤ. نعم. يعني ايه؟ زي ما لك
زي ما عليك، زي ما لها زي ما عليها. ايوه صح؟ صح. إذا العلاقة بين الزوجين بعد الزواج ما تقدريش تقولي إن الزوج بقى فوق وإن الزوج بقى هو صاحب الكلمة وهي آمة أو هي يعني ترتدع بأمره وتستجيب لأمره. هذكر حديث رواه، بس عشان ما قدامنا دقائق ما هو أنت جايبة نأجله. أنا مش مستعجل، أنا طيب. ما كنتش هفصل، ما ينفيش داعي. لا لا احنا ممكن نختمها ازاي؟ يعني احنا قدامنا دقيقتين نختتم هذه القصه، هنرجع ممكن احنا لا احنا ممكن نكملها لقاء قادم، بس احنا نكمل حديث رواه ابو داود عشان اكيد استاذ محمد وغيره عايز يسمع يعني. والبيهقي وبعض اصحاب السنن. المهم صححه الالباني. أيوه. المهم ايه؟ صححه الالباني. طبعا ديت بقولها مهمه ليه؟ لان الطرف المعارض بينتمي الى هذا الاتجاه اللي بيحترم فيه الامام الالباني، فانا بجيب له حديث هو بيقتنع بيه. نعم. عن ابن عباس وعن جابر حديثين يعني. أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي، وفي رواية إن زوجتي، وفي رواية إني تزوجت ابنة عمي وهي جميلة، ولا ترد يد لامس، وفي رواية لا تدفع يد لامس، وفي رواية لا تمنع يد لامس. كم رواية دي؟ شوف كم رواية. لا تمنع يد لامس، لا ترد يد لامس. فقال صلى الله عليه وسلم يعني لا ترد يد لامس، كل راجل يسلم اهلا وسهلا بتسلم، لا تدفعه وهي لا ترد. فقال صلى الله عليه وسلم طلقها. يا رسول الله ولكني احبها. قال امسكها. ما قالوش اضربها علقه. هو من حقه ينصحها، من حقه يقول لها انا بغير عليكي لكن يقطع ايديها بقى علشان هي بترتكب امر لا تتناسب مع فطرته وطبيعته. حقه ينصح. مين منع النصح؟ ما حدش يقدر يمنع النصح، وهي يجب تستجيب برضه. هي يجب انها تراعي مشاعره وتراعي انسانيته وتستجيب. أيوة. ركبت راسها يقطع ايديها؟ لا، الدنيا حلوه او بسيطه. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. طيب. طلقها. قال بحبها. قال له امسكها. نفس الامر في الصلاه، قال تعالى وامر اهلك بالصلاه ايه؟ واصطبر. الصلاه ديت عمود الدين. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. نعم. الحجاب فرع عن الصلاه ولا الحجاب اصل للصلاه؟ فرع طبعا. اذا يجب على الزوج انه لو امر بالحجاب يؤمر بالنصح ويؤمر باللين والرفق، وهي يجب تستجيب. افترض ان هي ما استجابتش. ايوه. يقطع رقبتها عشان رقبتها عريانه؟ يقطع ايديها علشان ايديها عريانه؟ لا، هو ليس له الا النصح. ايوه. والنصح ده يكون باسلوب امر مقبول ولا امر منفر؟ اكيد مقبول. اذا كان امره منفر هي هتركب راسها اكتر، هو السبب. لهذا كان الحديث في العلاقه ما بين الزوجين علاقه تراحم، علاقه موده، علاقه رحمه. ازاي اخلي علاقه الرحمه والموده دي الزوج فيها السيد والست لا تملك الا ان تقول حاضر يا سيدي؟ لا، هي الفكره كلها ان هو هيحاسب عليها، هو ده السؤال. من قال هذا؟ ان هو سيحاسب عجبا عليها. فبالتالي هي بالنسبه له في مسؤوليته. سبحان الله. بس طب هو مين مسؤول عنه بقى؟ قولي لي بقى، هو ما بيصليش، مين مسؤول عنه؟ طيب هو يعني يكذب وينم ويغتاب، من مسؤول عنه؟ والامر الثاني، استني، ده في حته في غايه الاهميه. هو الجريمه التبرج اكبر ولا جريمه ترك الصلاه والغيبه والنميمه؟ لا طبعا ترك الصلاه. الغيبه والنميمه مش كبيره من الكبائر؟ طبعا. ليه بنفوتها؟ اقول لك بقى السر. السر الغيره. الغيره محموده. ان الزوج بيحب زوجته، ما بيحبش جمالها حد يشوفه. ده غيره. غيره بشريه. لكن الغيبه والنميمه من اكبر الكبائر. طيب انا طبعا بعتذر لحضرتك، بس هنستكمل هذا الحوار لان اكيد في اسئله طبعا خاصه بهذا الموضوع طبيعي. هنبتدي بيها الحلقه الجايه ان شاء الله في الاسبوع القادم. بشكر حضرتك دكتور سعد. العلاقه بين الزوجين التناصح. نعم. وليس ان احد منهم مسؤول كما يقال يوم القيامه. انا هسال يوم القيامه عن ان زوجتي خانت. افترض ان زوجتي ما صلتش وادعت ان في يعني الدوره. احنا هنخرج من هذا السؤال او من هذا الموضوع لعلاقه التناصح ما بين الزوجين يعني ان شاء الله في الحلقه القادمه. انا بشكر حضرتك. احنا هنتكلم من حيث
حديثنا عن المذاهب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا هنجاوب على هذا السؤال ولا عشان ينتظرونا لو في يعني اجابه لهذا السؤال، صح؟ يعني احنا في ان شاء الله في لقاء اخر في احدى القنوات الاخرى هنتكلم فيها، لكن اللقاء يوم الاثنين القادم. لكن احنا خلينا مع المذاهب باذن الله عشان ناخد جانب تعليمي جميل يعني مع الامثال. هنشوف ان شاء الله برضو ارائكم باذن الله على الفيسبوك باذن الله، ومن خلال الايميلات لو انتم مصرين ان شاء الله يكون في اجابه. انا بشكركم على حسن المتابعه، بشكر الدكتور سعدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الشريف. فلدينا نشره سريعه ان شاء الله، عشان كده لازم نخرج بسرعه وننهي هذه الحلقه. بشكركم على حسن المتابعه، القاكم الاسبوع القادم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.